مساء الخير والعافية عليكم متابعيني، وأهلا وسهلا بكم في قناتي قناة مطبخ هيدا. طبعا أكو ناس هواية ما تحب القرنبيط، بس القرنبيط بيه فوائد زينة، وأيضا يتسوى عدة طرق. يتسوى مع البيض، ينسلق مثلا ونخلي عليه بهارات أو توابل وناكله، أو نقليه. اليوم سويت هذه الطريقة بالقلي طبعا، وكانت جدا طيبة ومقرمشة. بداية أخذت القرنبيط وغسلته زين، وخليت مي حار على النار، وخليت له فلفل أسود وملح على مود أسلقه. سلقناه تقريبا لمدة هيجي كم يعني 7 دقائق أو 8 دقائق. بعدين سويت له خلطة اللي هي عبارة عن 3 ملعقة من الطحين، فلفل أحمر مطحون، فلفل أسود، ملح شوية، نعناع يابس، وضفت عليه تقريبا أقل تقريبا نص كوب مي. وإذا شفتوا الخليط بعد ثخين ضيفوا شوية مي عليه، وخلطته ولبين ما تستوي القرنبيط كملت الخليط. وراح أبدي أخلط بيه زين على مود يتماسك جميع الخليط، ويصبح عندي خليط يكون متماسك، والسخن مالته يكون جيد. هذا القوام مالته طبعا اللي طلع عندي. هسه سلقت القرنبيط وراح انتظر لحد ما تستوي عندي، وبعدين أبدي أقلي بيها بزيت الزيتون. إذا أحد يحب الزيت العادي يقلي بيه، بس أنا أحب أقلي بزيت الزيتون. طبعا هنا استوت عندي القرنبيط وصفيت المي مالتها، وهسه راح أشوفكم شلون راح أبدي أقلي بيها. هذه هسه بدينا نقلي بزيت زيتون مثل ما قلت لكم، او اي نوع زيت. اخلي القرنبيط داخل الخليط وبعدين اقلي بيها، وطبعا ما اقول لكم طلعت جدا مقرمشه وطعمها جدا لذيذ، وفد شيء يعني يكون جديد على العائله. طبعا هنا أنا ما كتمت الصوت اللي أنا سويته حتى تسمعوا قرمشة القرنبيط وش قد هي مقسمة طلعت عندي، وطعمها جدا طيب مع التوابل. أتمنى ينال إعجابكم هذا الفيديو اللي سويته، وجربوا وشوفوا إذا كان يعجبكم ولا لا. شكرا لكم متابعيني في قناتي قناة مطبخ غيداء، وألف صحة وهنا على اللي أكله.